كنت بغش الشاي بنشارة خشب وفجأة النشارة غليت، عبينا الشاي من غير نشارة، الزباين طفشت وقالوا عليا بغش الشاي. عملوا كده زي الناس اللي من كتر ما اتعودت على عك الافلام لما يلاقوا حد جاي يعدل العك ده يقولوا عليه هباد وبيكسر اصنامهم. طيب النهارده هكلمك عن فيلم الكيف، هنحكيه ونحلل قضاياه اللي ناقشها زي الاسفاف والمحتوى الهابط اللي كانه كان بيتنبأ بزياد زازا، وزي الايحاء واستعداد الشخص للحاجه وان هو اللي بيصنع قيمتها، وزي الادمان وعلاقته بالايحاء. وبعدها هنتكلم عن شخصيه صلاح واخوه مزاجنجي، وقد يكون هناك نظريه صغننه. وبعدها هنتكلم عن ماضي سليم البهز وعن مصير احداث فيلم الكيف من بعد اخر دقيقه فيه. بس في الاول اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا. فيلم الكيف ابطاله هما صلاح وجمال، الاتنين الاخوات. صلاح دكتور صيدلي في شركه ادويه، شخص مثالي متعلم منضبط ومتجوز ومخلف وحالته الماديه متوسطه، بس مش قادر يوصل ابنه للمستوى اللي هو نفسه يوصله له. وصلاح عنده منهج فلسفي ضميري جدا، ما بيحبش يأذي حد ولا يشارك في اي شر. وجمال مزاجنجي هو رائد الاسفاف والمحتوى الرخيص اللي بيعفن الدماغ ده، ومنهجه الفلسفي في تبرير ده ان الدوشه والكلام الغير مفهوم والايقاع السريع اللي بيرقص بينسي الناس، ودوشته بتغطي على دوشتهم الحقيقيه اللي جواهم، وده في حد ذاته هدف سامي. اصل بيني وبينك كده تعالى نبقى واقعيين لثواني، الناس مش عايزه الفن الهادف. عمر الانسان ما كان بيدور على مصلحته الا على المدى البعيد. الناس بتقبل وتتهافت على وسائل الترفيه والمتعه المؤقته اللي نتيجتها سريعه اكتر من التهافت على الدروس العلميه والحياتيه. فكر فيها كده. جمال او مزاجنجي قعد 15 سنه في كليه الحقوق، فعنده قدره كبيره على الجدال رغم فشله في الدراسه. رغم الفشل ده هو عنده ثقافه، وهنا النظريه بتقول ان جمال انشق عن الثقافه والدراسه بارادته لانه كان عملي وواقعي وعاوز المكاسب السريعه برضه، مش صبور. وهنا النظريه مدعمه بانه طول الوقت كان مادي. طول الفيلم هو عملي وكان ماشي مع الطيار اللي بياكل مع الناس علشان ياكل عيش هو كمان. فنقدر نقول بناء على جداله ودرايته بالقانون وماديته هو اللي ما كانش بيذاكر وكان بيهتم بمزاجه فقط، رغم انه كان قادر يذاكر ويبقى شاطر. والنظريه دي مش زي لما انا قلت ان ميشو الحاوي كان شاطر في الدراسه، وقتها كانت نظريه ما عليهاش دليل وحذفت الجزء ده من الفيديو. وتقدر تشوف الحلقه من الاي اللي فوق او من الوصف. جمال بيبيع الكيف للي حواليه وراكب موجة الغنى ومتعاطي بدرجة لا بأس بها، لكن مش مدمن. وفي مرة من المرات نسي حتة من الكيف في جيب جاكيتته في بيت أخوه صلاح، راح يجيبها وأخوه أخدها بعدها وبدلها، وقال يستغل قدراته وعلمه بالكيمياء ويصنع له حاجة شبيهة بيها في اللون والريحة والملمس بس بدون أي مخدر، علشان يختبر رد فعل الناس عليها ويثبت نظريته. لأن صلاح كان عنده نظرية إن الكيف اللي هو الحشيش ملوش تأثير إدماني على الناس، إنما عنصر إدمانهم ليه وتحكمه فيهم هو اعتياد الناس عليه، حتى لو شربوا مية ساقعة وفي دماغهم إنها كيف فهيتمزجوا وهيحسوا بنفس متعة الكيف. يعني الموضوع كله قايم على الإيحاء والتصديق، زي فيلم البيضة والحجر كده اللي اتكلمنا عنه. وتقدر تشوف الحلقة من الاي اللي فوق او من الوصف. نظرية صلاح بتنجح بشكل جزئي لما الكيف اللي صنعه الخالي من الاضرار يعجب بعض الناس، ولكن الاغلبية بيفقسوه. وهنا النظرية بتقول ان اللي بيميز الكيف المزيف من الكيف الحقيقي هما نوعين من الناس. الاول هو المدمن الشره، لانه بيبقى متعود على مستوى معين من المتعة، اي نزول عنه مهما كانت درجته الايحاء مش هيعوضه كمية المتعة دي. والنوع التاني هو المتعاطي او التاجر الخبير، لانه ببساطة خبير، فخبرته بتقاوم عنصر الايحاء عنده وبتخليه يميز بعقله حتى من مجرد النظره مش التعاطي، زي البهز بيه كده. اما النوع اللي بيستجيب للايحاء هو الشخص اللي ما عندوش خبره وبيتعاطى على فترات او تفاريحي، يعني لا خبير ولا مدمن شرح. سليم البهز تاجر محتكر للكيف من الرواد، يعني بيقع في ايده الكيف المزيف اللي صنعه صلاح وبيوزعه جمال، فبيطلب جمال وبيقول له انا عايزك تعمل لي منه كميه. البهز اول ما شاف الكيف المزيف فقسه، بس كان مراهن على غباء وعدم خبره المستهلكين. اذا كان الراجل اللي شغال معاه رغم تعاطيه ما فقسش الكيف بالكامل، قال له مخلوط على 5% من الكيف الاصلي، وهو في الحقيقه ما فيهوش ولا ملي جرام واحد. فما بالك بقى بالناس اللي ما عندهاش خبره اللي داخله مهيئه جاهزه. صلاح بيوافق انه يصنع الماده دي بعد ما بيتم اغراءه بالفلوس اولا، وبعد شويه جدال واستدعاء للثقافه من طرف جمال ثانيا. البهز بيه مش مجرد بيراهن على عدم خبره المستهلكين وبس، ده بيطمع بحيث انه ياخد الخلطه المزيفه دي ويخلطها بماده اخطر من البودره علشان يزود ادمان الناس ويقبلهم على بضاعته ويضاعف الطلب. ولما صلاح بيحلل المنتج الجديد ويكتشف انه مخلوط بمخدر حقيقي، ضميره بيصحى وبيقرر ما يكملش. فالبهز بيه بيخطف جمال ويساوم صلاح بيه، فصلاح بيتنحرر قوي وتاخده الجلاله ويعمل نفسه الملك لير ويروح تافف في وش البهز بيه وشتمه. فالبهز بيقرر يتحكم في صلاح
عن طريق انه بيديله جرعات مكثفه بالعافيه تخليه مدمن، فيضمن ولاؤه طول ما هو محتاجه يصنع له الكيف وطول ما صلاح محتاج الجرعه. وبالفعل بيكمل صلاح شغل وهو محطوط تحت ضرس البغز بيه. وفي الوقت ده جمال هو اللي ضميره بيصحى، وبيصعب عليه صلاح لما بيحس ان طمعه هو اللي تسبب في انه يخسر اخوه اللي كان راجل فاضل طول عمره. وبينتهي الفيلم وصلاح بيقول عباره: واذا كنت انت نجحت بالتفاهه والهجص يبقى لازم تعرف السر اللي مفيش حد في الدنيا. وبعدها بيهزي والفيلم بيخلص. وهنا النظريه بتقول ان السر اللي كان هيقوله صلاح هو ان زي ما جمال فلح في الفهلوه والهلس فشل في التعليم، صلاح كمان ما نجحش في كليه الصيدله. النظريه بتقول ان صلاح زور النتيجه، الحقيقه ما كملش وكان فاشل، بس ما كانش سايب الدراسه بمزاجه زي جمال، انما كانت قدراته محدوده وكان متميز في بعض الاقسام والاقسام التانيه لا، واللي كان متميز فيه ما كانش ينجحه بالكامل. فهتلاقيه ابدع في انه يصنع ماده مشابهه للكيف، لكن على الجنب التاني وده الدليل انه كان عنده نظريه عن الايحاء والكيف، وده عكس الطب والعلم. يعني بيقول كلام عن ان الايحاء بيسبب نفس درجه متعه الادمان ومفيش ادمان من الحشيش، وده عكس دراسه اي واحد فاهم في الكيمياء، وده دليل يثبت جهله ويثبت ان هو ما كملش ويثبت نظريتنا. وكمان ده 90% من مستخدمين الكيف في الفيلم فقسوا الكيف بتاعه واثبتوا عكس نظريته، واثبتوا ان الكيف مش حقيقي او على الاقل مغشوش. دليلين اهم يا اسطى: السر اللي كان هيقوله وتردد، ونظريته عن الكيف. ارحم اللي جابوني بقى وبطل تسالني في ادله. وخلينا نكمل. النظريه بتقول ان صلاح لما زور الشهاده واشتغل في شركه الادويه ما كانش بهدف الفساد ولا الشر، انما هو كان بيعمل كده علشان يحس انه ناجح. النظريه بتقول ان صلاح كان بيحب يعيش نفسه في حاله الحاجه اللي نفسه فيها ويحلم بيها، فهتلاقيه بيحب جو المعمل طول الوقت علشان يحسس نفسه انه بارع في شغله. ونيجي دلوقتي لشخصيه سليم البهز. سيبك من الوصف اللي وصفه له صلاح انه سايكوباتي يعني كاره للمجتمع والناس. البهز مفتون بالتحكم في الناس من صغره عن طريق انه يملك الحاجه اللي بيحبوها فيجولوا برجليهم وياخد منهم المقابل اللي يرضيه. اشتغل قهوجي وبعدها في الدخان وبعدها بارمان وبعدها في الكيف. سليم شخص صبور جدا. في اول مشهد له بنشوفه بيصطاد، يعني الفرشه بادئه صبر من اولها. والنظريه بتقول ان سبب الصبر ده هو الفقر. النظريه بتقول ان البهز بيه على عكس شكله وهو شكله ابن ناس كان فقير جدا ومعدم وهو صغير، وتعرض لقهر بدرجات رهيبه. اتجبر يشتغل شغلانات كتير تحت ايد ناس، وكانت الناس بتتحكم فيه وتديله اوامر لمجرد بس انه يقبض قروش يصرف بيها على نفسه وعلى ابوه العيان. فكره ان البهز كان مقهور وبينفذ الاوامر اللي بتطلب منه رغم انها استمرت لسنين ما خلتهوش شخص مستضعف على طول ومكسور، انما ربت عنده الصبر والانتظار وحولته لشخصيه انتقاميه من الدرجه الاولى وكاره للناس، وفضل مستني الفرصه اللي يتحرر فيها من سلطه اي انسان عليه. كان كل يوم يتخيل بالليل انه هيكون شخص عنده سلطه وبياخد حقه وبيتحكم في كل اللي اذوه، بل وبيتحكم حتى في اللي ما اذوهوش، لدرجة انه في مرة ألف عبارة لنفسه اثناء احلام اليقظة بتاعة الانتقام والقوة دي، وفضل يكتبها على جدران الأوضة، وكانت العبارة اللي صبر 1000 سنة استعجل، وكان متخيل انه هيرسخها في اذهان الناس كمثل او حكمة في المستقبل، بس بعدين اكتشف انها كرنج وبطلها. وبالفعل باصرار البهز وصبره ونشفان دماغه اشتغل لحد ما كبر وخلى استراتيجيته في الانتقام من الناس هي انه يتحكم فيهم عن طريق مزاجهم، وكل ما يحتاجوه اكتر كل ما يتشفى فيهم اكتر ويأذيهم اكتر ويحرمهم اكتر. البهز اللي كان بيساعده يوصل للي هو عايزه كانت ثقته في نفسه اللي بتخليه يراهن على احتياج الناس ليه يوم بعد يوم. بنشوف من فرط الانتقامية ومبدأ العين بالعين ان البهز بيرد التفة في وش صلاح بعد ما صلاح بيجيله مذلول علشان الحقنة. البهز في اول الاحداث كان محتاج لصلاح علشان يصنع له الكيف، فهنشوف البهز لما بيكون مذلول ومحتاج حد يستخدم اسلوب لين بيستدعيه من ايام ما كان بيشتغل صنايعي وبيشتغل صبي في القهوة. كمان البهز كان بيستخدم مغالطة اعتقد ان اسمها مغالطة تحريك المرمى، ودي حتة اكاديمية، هي ان لما حد بيواجهه بغلطته بينفي الغلط ده، ولما حد بيثبت له ان الغلط اللي نفاه موجود بيوجد مبرر للغلط ده وبعدها بيألف مبرر جديد وهكذا، ويفضل في سلسلة مبررات مختلفة عن اللي قبلها وبتنفي اللي قبلها. بيعمل زي العلمانيين كده، فاهم؟ فهتلاقيه لما صلاح بيقول له المادة اللي بتستخدمها بتسبب الكانسر يقول له دي اشاعات علشان يبطلونا نستهلك، وبيقولوها على كل المنتجات، وبعدها يخترع مبرر جديد ويقول له لا ده بس علشان الاجانب بيتعبوا بسرعة انما المصريين عندهم مناعة ومش هيتصابوا بالكانسر. يبقى كده هو بعد ما نفى ان المادة بتجيب كانسر اثبت انها بتجيب لناس وناس لا، وبعدها صلاح بيقول له الناس هتموت، قال له ما يموتوا خلي البلد تنضف، فاصبح كده بينفي المبررين اللي فاتوا فبيغير اجابته. نيجي هنا لاستكمال نهاية فيلم الكيف. النظرية بتقول ان فيلم الكيف انتهى بمحاولة انتقام جمال من البهز بيه. جمال قلاضيشه وحبايبه كتير فقرر انه يتخلص من كل الحقن اللي باقيين عند صلاح ويحاول يساعده يبطل، وان بجزء من فلوس البهز اللي اخدها صلاح بعد ما عمل له اول كمية انه يجهز رجالة ويطلعوا على فيلا البهز بيه ويحرقوها ويكتفوه ويجيبوه في شوال لجمال يخلص عليه بايده.
وبالفعل بيجيبوا سليم البهظ متكتف في شوال لحد جمال علشان يخلص عليه. بس في الوقت ده تحديدا بيكون جه ميعاد جرعه صلاح اللي ما بقاش قادر يقاوم نقح ادمانه عليه اكتر من كده. فقبل ما جمال يخلص على البهظ بيطلب من صلاح يفكه ويموت اخوه علشان يضمن انه ياخد جرعته. وللاسف بتختل موازين صلاح جامد وبيخبط جمال على راسه بطوبه وبيفك البهظ بيه زي المجنون. وبيبقى لحد هنا البهظ نجح في التحكم في صلاح للمره الثانيه وخلاه يخلص على اخوه وخلاه يتحول لنسخه اسوأ من جمال بمراحل بعد ما جمال قرر ينضف. وهنا انت اللي تكمل في التعليقات وتقول لي تفتكر النهايه على ايه؟ صلاح اتعدم، ولا صلاح هرب مع البهظ وفضل تحت رجله، ولا صلاح فاق وقتل البهظ وسلم نفسه؟ لازم تقولي في الكومنتات اختيار من الثلاثه. ولو انت كملت لحد هنا بعد كده مش عايزك تعشم نفسك ان كل مره هقولك ادله للنظريات من العمل الاصلي، علشان مش كل مره هيكون في ادله، وانا مش هدفي اركز على الادله قد ما هدفي اركز على الحدوته الجديده. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس لو عايز تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. وعندك اكونتاتي الشخصيه في الوصف لو عاوز تكلمني في اي حاجه، وعندك حلقات قبل كده اشوفها وما تتخطاش الاعلانات. وكمان لو عاوز تصمم فيديو اعلاني بالذكاء الاصطناعي لشغلك هتلاقي لينك البيج بتاعتي وواتساب الشغل، كل ده هتلاقيه في الوصف. وسلام. الروتات مش عاجباه الغنى، انا كمان اول ما سمعتها ما دخلتش دماغي، لكن لما ودني خدت عليها شيشة فينا فوق. عندك صمي بس شنيشه على طول خلع الفيشه. مفيش فينا مخ التفتيشه، مفيش فينا قلب الترديشه، ده في السلامه فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه.